نبدلوا حنا كستاف كما في المغرب نبدلوا شويه العقليه ديال لافريك. قبل كنا كنجيو لي بيي افريكان كنجيو لا كوب دو موند كنديروا دي ماتش سبيكتاكولير كنمشيو قدام وفي الماتش الاول حنا خارجين من لا كومبيتيسيون ومن بعد ما كناش كندوزو. Aujourd'hui je pense que et la Tunisie et nous même le Sénégal البارح بينوك تقدر تخسر الماتش الاول ولا دير تعادل حتى اونكور اون كورس باش تدوز باسكو لوبجيكتيف ديالنا هو ندوزو الدور الثاني ماشي. انا عارف الناس يمكن غيقلقوا ملي غنكون في رجاء ولا بحال نشوف بزاف ماتشات بيان سور يافي دو سبيكتاكل مع لا فان. العربيه السعوديه ils ont 3 points ماشي الارجنتين. كتشوف par exemple l'Iran اللي كانت خرجت في الاول قالوا ils sont pas bons aujourd'hui ils ont la Tunisie, ils ont compris comme nous qu'il fallait le premier match être solide contre des équipes européennes parce que d'habitude c'est les Européens qui يديروا هادشي كيجيو الماتش الاول كيربحوا بواحد ما داروا والو وفي الاخر كتشوفوا كيدوزوا كنهضروا على ديك ليكسبيريونس كيعرفوا كيفاش يديروا. Nous on est une équipe européenne aujourd'hui avec nos principes africains, on a envie de se qualifier peu importe la manière. Le plus important c'est de rendre fier notre pays et nos supporters, et je pense qu'ils seront fiers et heureux si on passe le premier tour. Si on fait comme en 2018, déjà on a fait comme en 2018, un point, le point à donc on va essayer de prendre le plus de points possible pour se qualifier. Je dis bien pour se qualifier. Et à match El Radda, ça ne va pas changer, on va être solide. On va essayer de poser des problèmes, on va essayer de rendre fier l'Afrique parce que là on représente l'Afrique et le plus important aujourd'hui c'est que l'Afrique passe les poules aujourd'hui. C'est un binôme, les Africains on est capable de passer et ça va passer par un état d'esprit un peu plus européen on va dire. Savoir passer les poules et après si on passe les poules je pense qu'on sera très dangereux. ما زلنا نفكر في طريقة اللعبة التي سنعتمدها. هناك تعادل، أحيانا تخسر، أحيانا تفوز. هذه طبيعة كرة القدم. علينا أن نبذل قصارى جهودنا، نحاول أن نحصل على النقاط لكي نتأهل. نحن كنا نحاول أن نحقق الانتصار أمام كرواتيا كذلك، ولكن تذكروا أن خصمنا أيضا يسعى إلى تحقيق الانتصار، وهذه أعلى مستويات كرة القدم في العالم. تتحدث عن الإكوادور، السعودية، المغرب، الكل يسعى وراء النصر. وأحيانا يتعلق الأمر بالتفاصيل الصغيرة، ونحن كمدربين نحاول أن نوظف خبرتنا وتجربتنا، ولكن ارتكبنا خطأ بأننا ليس لدينا ما نخسره ونريد أن ندخل بكل ما عندنا. أحيانا قد نرتكب أخطاء، يجب أن نكون ثابتين في طريقة تخطيطنا، يجب أن نلعب طريقة لعبنا في كرة القدم. نحن في مجموعة الموت، نحن كندا رأيتهم الآن كيف يلعبوا. نحن في مجموعة الموت وعلينا أن نخرج من هذه المجموعة. لم يتأهل أي فريق، بلجيكا ولا المغرب ولا كرواتيا ولا كندا، ولكن غدا ستكون مباراة بالغة الأهمية. احتياط مثل لوكاكو وغيرهم ويمتلكون الخبرة والتجربة كذلك، ولكن اسمعوني، يظنون بأن لديهم حارس مرمى جيد، ونحن نظن بأن لدينا أفضل حارس مرمى في العالم، ولكنها من المنتخبات المرشحة لكأس العالم. يجب أن نسمي الأمور بمسمياتها. On est encore en train de réfléchir sur l'équipe. Après, je répète, nous on veut se qualifier. Pas de calcul mathématique, parce que si on est obligé de gagner, c'est pas vrai. Pas vrai. On peut faire match nul et la Croatie faire. نستطيع أن نخرج بالتعادل، ونستطيع أو نخلق المفاجأة. الأهم في كل هذا هو أن نقطف النقاط وأن لا نخسر غدا وأن نلعب لكي نتأهل. يعني أن نلعب لنفوز. لعبنا ضد كرواتيا لنفوز. لا ننسى هذه كأس العالم أعلى مستوى في كل المنتخبات.
من المنطقة الاستوائية إلى العربية السعودية إلى المغرب، الكل يأتي بأفضل مستوى، ونحن كذلك كلاعبين وكمدربين وكأطقم تقنية نتعلم من أخطائنا ونرفع من مستوانا، وإذا ما دخلنا بحالة التهنئة أنه ليس لدينا ما نخسر.